بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بقى فيديو مجمع لكل الشقة، همسكها زي ما انتوا شايفين كده، هوريها لكم قبل وبعد بسرعة كده، تنظيفة سريعة كده. ده اليوم اللي انا ببقى عاملاه للمكنسة، بكنس الشقة كلها بالمكنسة وكده. فاول حاجة كده بعملها، ببدأ ان انا افتح الأوضة زي ما انتوا شايفين، اروقها، اي حاجة على التسريحة بشيلها، على كرسي بشيلها. كمان عندي مثلا السرير، ببدأ ان انا انضفه زي ما انتم شايفين وارتبه، وبطلع كل حاجة كده ايه في البلكونة تتهوى. وبشيل اي حاجة على الارضية ما ينفعش المكنسة ان هي تكنسها، بقوم ان انا شايلها، طبعا كان دبابيس، اي حاجة ما ينفعش ان المكنسة طبعا ايه تشفطها. وبالمكنسة كده ببدأ بقى ايه اقوم رايحة كنسة الأوضة، وطبعا بكنس البلكونة معاها. ممكن ساعات بقى أكنسها بالمقش كده والجاروف وكلام من ده، وساعات عادي بمشي عليها المكنسة برضو كده، هي بيبقى حبة تراب وخلاص كده بجنب، بقوم رايحة كنساها. ده اللي هو التنظيف ايه السريع اليومي كده ايه بتاع ايه الشقة. ماشي. بس طبعا المكنسة مش بكنس بقى كل يوم بيها، هو ايه مرة في الأسبوع كده بمشي الشقة كلها ايه على المكنسة يعني عليها، عشان التراب اللي تحت السجاد والكلام من ده. ماشي تمام. زي ما انا قلت لكم كده، هو روتين سريع كده، ما تخافوش من طول الفيديو. هو هيبقى مجمع للشقة كلها وعلى السريع يعني. فمعانا كده واحدة واحدة كده، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واستعينوا بالله كده، والشقة ما بتاخدش حاجة والله كده. استعينوا بالله وقوموا كده ايه وتوكلوا على الله كده واعملوا. في الآخر كده بتقعدي في حتة كده نضيفة كده وحلوة، وربنا يجزينا ويجزيكم يعني حسنات إن شاء الله. هخلص طبعا أوضة النوم، وهدخل طبعا في ايه في أوضة الأطفال، همسكها برضو اديها ترويقة سريع على السريع برضو. زي ما انتوا شايفين كده في أوضة النوم في أولها كده، طبعا فتحت الشقة وحطيت الحاجات مكانها، وكمان الزرع كده ايه سقيته. لما خلصت بقى وكنست الأوضة، بقوم رايحة قافلة ايه البلكونة كده، عشان طبعا الدبان بقى وما يتركمش في الأوضة، يبقى فيها تهوية بس ميبقاش فيها دبان. نخش بقى في أوضة الأطفال. زي ما انتوا شايفين بلم الألعاب اللي على الأرض، السرير بنظمه، كنت بحط كل حاجة في مكانها. كان في ملاية كده انا بابقى حاطه لهم على السجاد، بشيلها انفضها، عشان يعني بيبقى اكتر قعدتهم في الاوضه، والعاب بقى وكركبه، فالسجاد هيتبهدل، فبحط لهم كده ايه ملاية عليها كده تحافظ على الاوضه. فبشيلها انفضها. وطبعا طلعت اللحاف اللي يتهوى في الشباك، هو هم اسمهم ايه دول، والمخدات والدنيا دي. ومسكت بقى ايه الاوضه كده ايه اكنسها برضو ايه بالمكنسه. ماشي. هكنسها، وبعد ما كنستها جبت الملاية تاني اللي انا نفضتها. طبعا الملاية دي لما بغير فرشة السرير بتاع أوضة الأطفال بقى، واللي هو التنفيض بتاع التراب، أو اللي هو الروتين الجامد بقى بتاع أوضة الأطفال، الملاية دي بتتغسل مع ملاية ايه السرير. لأن طبعا هي بتتوسخ، فأنا حطاها هي بتتبهدل كده كل أسبوع، بشيلها أغسلها. غير كده وانا بكنس الوقتي بقى ايه بنفضها بس، واحطها تاني ايه عشان تحمل ايه السجاد زي ما انا وده طبعا ايه الحاجات اللي انا حطاها في الشباك تتهوى كده. لما اخلص تنظيف الاوضه بقوم رايحه ايه حطاهم مكانهم يعني وكده، بسيبهم يتهووا لما اخلص بقى باقي الشقه مع بعض كده، وهرجع ان انا احطهم مكانهم. تمام. وكانت يومها برضو عائشه كانت في المدرسه، فانا حطيت الترين كده بتاعها على جنب لما تيجي ايه تغير ايه هدوم. طبعا حفصة متتوسطش، كانت رايحة تفتح الدرج تاني وتطلع الألعاب تاني. ربنا يهديهم يا رب. طبعا خلصت بقى، بخلص الأوضتين الأول، وبعدين بدخل بقى على الأنتريه. زي ما انتوا شايفين ببقى حاطة الستارة، يعني مقولكوش أنا عاملة ايه، حاطة الستارة، وكمان حاطة الترابيزة في وش الأنتريه كده، قافلة بيها الأنتريه، كل ده عشان حفصة ما تدخلش الأنتريه جوه. وهي اصلا برضو الترابيزة دي انا اول لما حطيتها كانت بتنزل من تحتيها ومن جنبيها، وما كانوش بيخلوا برضو، كانوا بيعدوا يعني. بس لما حطيت الستارة خلاص عرفوا ان دي اوضة مستقلة كده محدش بيدخلها. طبعا بشيل بقى الترابيزة على جنب كده، ولو لو المخدات مش محطوطة ارتبها، لو يعني برتبه كده من فوق، ما اخليش فيها حاجة، وبفتح الشباك ان انا اهويه. وبمسك بقى المكنسة كده من تحت الكراسي والسجادة، وامسك بقى اشفط كل التراب اللي موجود في الأوضة.
تمام كده. هاكنس بقى الأوضة كلها، وارجع ان انا حطيت برضو الترابيزة مكانها، بس انا دلوقتي الحمد لله ما عدتش بحط الترابيزة في الوش كده. هم خلاص اتعودوا ان انا قافلة الستارة وان دي أوضة مستقلة زي ما انا قلت لكم. وطبعا حاطة المكوة هنا لان انا بكوي هنا في الانتريه ومخبيها كده من حافظة تحت الكرسي. المهم، بس انا كده يبقى خلصت الانتريه، رجعت الترابيزه زي ما انا قلت لكم كده، واقفل طبعا النور، واسيب بقى الاوضه تتهوى. انا فاتحه الشباك يعني، بس طبعا لو سبت الستاره مفتوحه او كده هتبقى الاوضه ترجع تتبهدل زي ما كانت، فانا هشد على الستاره كده وعادي سايبه لها الشباك مفتوح تتهوى. تمام. ندخل بقى على الصاله. ببدأ بقى طبعا في الصاله زي ما انتم شايفين كده متكركبه، زي ما انتم شايفين الصورة كده متكركبة. هبدأ بقى ان انا امسك كل حاجة ارتبها في مكانها. شلت بقى الحاجات اللي على الترابيزة ودخلتها المطبخ، او حطيت كل حاجة في مكانها. امسك الترابيزة نفسها، امسحها مسحة حلوة، هسيب بس الحاجة اللي انا عايزة اسيبها بس عليها كده وانضفها. الارضية لو فيها اي حاجة برضو برجع ان انا اشيل الحاجات اللي على الارضية. المهم ما اخليش اي حاجة يعني مش مترتبة، وارتب وانضف كل حاجة عشان ابدأ بقى اكنس. اشغل بقى المكنسة بقى عليها، وامسكها اكنسها كنسة حلو، ومن تحت الترابيزة ومن تحت الكراسي، وما اخليش بقى كل الصالة تتكنس. ولما اخلص كنسها بقوم رايحة بقى حاطة الكراسي مكانها كده قدام السفرة، و هقفل النور كده طبعا شوية. طبعا احنا الصبح بقى والشبابيك متفتحة وكده، بس طبعا هي الإضاءة هتختلف دلوقتي. والمفروض ان انا بقفل اشغل القرآن، لا اقفل الشاشة عشان الدبان، بس حافظة بنتي جيت اعمل كده مرضتش. المهم، نخش بقى على الحمام. برضو بفتح الشباك بتاعه يتهوى كده. الفوط لو مش محطوطة بقى مركونة او في جنب او مش عارفة تسيب تحط الفوط بتاعتك تكون متهوية كويس على الحاجات. لو في اي حاجة واقعة مش مظبوطة، لو في هدوم في الحمام تتشال. يعني ايدك كده بمشي ايدي بقى عليها كده، اي حاجة مش على الارضية مش حباها بشيلها كده يعني. وامسك برضو كنسته كده قدامه، احط الشباشب بتاعة الحمام منظمة كده، وترتبي كل حاجة، واسيبه بقى يتهوى، واقفل النور بتاعه واسيبه بقى يتهوى. وادخل بقى على المطبخ زي ما انتوا شايفين بقى منظره، محدش يتخض، كل حاجة بتتروق كده بالصبر، وكل حاجة كده هتتروق. بمسك طبعا لو في اي حاجة طبعا ببدأ ان انا ارتب. بيبقى عندي طبعا مواعين انا غسلها قبل كده مثلا من امبارح فسايباها تتصفى. هابدأ أول حاجة طبعًا فتحت طبعًا البلكونة، وفتحت الستارة كده عشان المطبخ يتهوى، وأنا باعمل. شِلت المواعين اللي بتاعة مثلًا امبارح اللي أنا غاسلاها اللي هي بتتصفى دي، شِلتها حطيتها مكانها في الرشاقة، وحطيت دي كده تتصفى عشان ميبقاش تحتيها مَيّة أو تتراكم أو كده. وروّقت كده الدنيا، حطيت المواعين كلها في الحوض، وما خليتش حاجة على البوتاجاز، وما خليتش حاجة على الأرضية برضه. نضفت كده الأرضية، أي حاجة على الأرضية مش موجودة أو محطوطة كده نضفت كل حاجة. هبدأ طبعًا أغسل المواعين وأملي الأزاز وأحطها بقى في جنب. تمام. ويبقى أنا كده خلصت المطبخ. هامسك بقى المكنسة أقوم رايحة كنساه، ممكن أكنس معاه البلكونة بنفس الحاجة، أقوم كانسة بقى المطبخ كده وكانسة البلكونة. ويبقى أنا كده خلصت الروتين، يبقى أنا كده خلصت التنظيف. هبدأ طبعًا أبدأ أرجع تاني لأ، قبل ما أرجع أوضة النوم باروح للسلم أكنسه، ألم الشباشب بقى على جنب، وأقوم كانسة السلم كله. وبعد كده أقوم رايحة بقى عاملة الشبابيك طبعًا أرجع إن أنا أقفلها، أدخل البطاطين اللي أنا كنت مطلعاها، أقفل بقى الشبابيك وأقفل بقى الدنيا كده. ويبقى أنا كده خلصت روتيني بتاع النهارده يعني، أو بتاع اليوم بتاع اللي أنا بيبقى كده يوم في الأسبوع اللي هو الكنيس كله بالمكنسة عشان التراب اللي تحت السجاد. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك وتدعموني كده باشتراك، وأسألكم الدعاء. وفي آخر الكلام نقول أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.